اعرف الحرف استاذنك مفيش تصوير دلوقتي بعد اذنك. على الفهم الذي يكون من اجل الارتقاء بمستوى الاداء في جميع المحافل المسلمه الحديثه ونعود للتوفيق والاستعداد ندعو مصر ان شاء الله ان هو بدا يعود والاستقرار تعود للعباده في المنطقه. الحقيقه مع تطبيق اجتماع اللجنه الوزاريه الخاصه بمشروع تنميه مديريه قناه السويس، كان اجتماع مثمر جدا بناء فيه جميع الاجراءات اللي تمت منذ تدوير هيئه قناه السويس المظله الرسميه للمشروع حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها لحظه التقييم للعروض المقدمه من الحلفاء. والحمد لله اطمئن سيادتي على ان جميع الاجراءات بتتم بطريقه علميه وبطريقه امنيه وبطريقه حياديه وشفافيه كامله، وده المطلوب من اهم حاجه المشاريع العملاقه والمشاريع القوميه لازم يكون الاعلان سليم بالاساس سليم، لانك انت لو زرعت كويسه اكيد هتحصل حصاد كويس في الاخر. وده منهج احيي فيه جميع العاملين في المشروع انهم ابتدوا جهد رائع. لا الحمد لله قناه السويس مجرى نجاح كهيئه قناه الحمد لله في خلال السنه الحاليه الماليه حققنا معدلات كويسه جدا، وصلنا الى 4.9% زياده في الدولار و14.9% زياده في مصر وسط اصعب الظروف اللي كانت بتمر بها مصر. ده دليل على الوطنيه والشرف على الوطنيه الحقيقيه. النفوذ دليل على نجاح القوات المسلحه المصريه الحقيقيه في تامين مجرى المياه وعن دليل الشكر خلال المده اللي فاتت الحقيقه كان جهد متواصل علشان نصل الى تطبيق الخطه الزمنيه الخاصه بالمشروع. احنا محتاجين في ذلك تماما على الاسبوع الاول في شهر يونيو نعلن ان شاء الله تحالف الفارس، وهيكون له 6 اشهر ان شاء الله لاعداد الماستر بلان بالتفصيل. وخلال المده اللي فاتت قدمنا تحالفات كثيره وفي تنافسات بين هذه التحالفات. نحترم هذه التنافسات ونطمنهم من العكس يكون اساس الحكم في التحالفات. انا مش عايز اطيل، لكن في نقطه ان البنك الدولي هيكون مشترك معانا في الاتفاقيه للاشراف على اعداد المخطط العام للمشروع الخبراء الدوليين عشان نضمن تقنيه عاليه. وفي جزء مصر شغال في هذا تقنيه عاليه في الاعداد للمخطط العام للمشروع. في نفس الوقت الدوله التربيه معالي رئيس الوزراء في مشاريع سريعه الاجل يتم تجهيزها لاعطاء فرصه للشباب لجذب اكبر فرص عمل لهم ولمسات احلامهم عن هذه المشاريع. وفي نفس الوقت من الشباب ان شاء الله مع ان نختار احسن مصر بلان هندي فرصه للشباب يقعد مع الاتحاد الجائز علشان يحط لهم تصورات ونطلب الشريك معانا ان هم دول اللي هيحملوا الرايه ويعملوا المستقبل، وان شاء الله يعني تتحقق احلامهم من خلال المشروع. بنيه التحتيه بتاعت المشروع بيبدا من الان من شهر فات عمل سلبيه على كل حاجه في المنطقه بالنسبه للرياح، سطوع الشمس، لوحه الميه، ان لازم نلجا الى مصادر الطاقه البديله الموجوده للمعتمده على الغاز والبترول. هيبقى صعب جدا الفتره الجايه تقليل الطاقه. فعلا في شركات عالميه تقدمت وتعمل سبيل على جميع مصادر الطاقه عشان نلجا للطاقه البديله والمتجدده باذن الله تعالى. ونستعين ان شاء الله لموقع الحالات
واحسن موقع في العالم يصل البحر الابيض بالبحر الاحمر طريق سلطان اسيا طريق مرور السفن اليومي عبر هذا وتقدر نقول الموانئ هي مصدر خير ان بنقول على اي بلد بنلاقي تسمى بالمينا يعني دبي مينا على جيبوتي مينا جيبوتي سنغافوره مينا سنغافوره منطقه مينا واحد يصنع حضاره. احنا عندنا في هذا الشهر 5 ميناء ومنطقه صناعيه صعبه واحده في دماغ الارض خليج السويس والوادي التكنولوجيا. ان شاء الله احنا دايما احنا حضرنا قناه السويس وبنينا استاد العالي